استفدت من الأمر يا أخا قريش؟ رأيته بعيني يدخل بيت فاطمة وزوجها سعيد بن زيد، ثم استرقت السمع من خلف الباب فسمعته يعلم شقيقة عمر وزوجها تلاوة الآيات التي يدعي محمد بن عبد الله أنها تهبط عليه من السماء. وماذا تنتظر؟ لماذا لا تحمل النبأ لعمر الذي يجلس لاهيا والعار يلوث جبينه؟ لو حملت النبأ إليه فإنه سوف يسفك دم أخته وزوجها. فليسفك دمهما جزاء ما فعله. هيا اذهب إليه. واللات والعزى سيغرق بيت فاطمة بالدماء عما قليل. أكمل يا خباب، فإنه لا شيء يملأ قلبي بالسكينة مثل هذه الآيات القدسية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من يكون الطارق الآن؟ إن لم يخب ظني فهذه قبضة أخي عمر. عمر؟ الويل لي. أنا أيضا يجب أن لا يراني هنا. إنه سوف يقتلني لو رآني. سوف أفتح أنا الباب، أما أنت يا خباب فاختبئ بالغرفة المجاورة. هيا. عمر، ما هذا الذي تفعله بزوجي سعيد يا أخي؟ كان يوما رهيبا يا فاطمة، فعمر لم يعد أخا حنونا ولا عطوفا، صار شيئا كالحجر، صار أقسى من حجر. فلقد جاء عمر كي يردك عن إيمان قلبك، فاثبتي وارسخي ولتكوني أمامه كالقدر. لا والله يا عمر، أبدا لن تمس صحيفة القرآن بيدك. إنك لن تمسها إلا بعد أن تسفك دمي. نعم، إني أسلمت وآمنت بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. نعم، إني رأيت النور يشرق في دنيا ظلامي، فمشيت على درب النور. فاقتلني يا عمر، لكني لن أحيد أبدا عن هتاف تعلمته، فتعلمت من خلاله الحرية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ورق قلب الجبار حينما رأى الدماء تغسل وجه أخته، وأحست الأخت بأن القلب الكبير قد بدأ يخفق بالحب والحنان، ومن أعماق إيمانها صرخت:
إنها تحمل كلام الله الذي يتنزل على رسوله يا أخي. اقرأ له كلام الله يا خباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أنت تقول هذا يا أخي، أنت تقول عن كلام الله الذي سمعته. ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. والله إنه الإسلام قد بدأ يمس قلبك يا عمر، والله إنه الإسلام. ماذا تنتظر إذن يا ابن الخطاب؟ يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، الله الله يا عمر. هيا بنا إلى رسول الله، إنه الآن يجتمع بنفر من أصحابه في بيت عند الصفا. هيا بنا إلى النور الحق يا عمر، هيا بنا. فلا شك أن الله سوف ينصر الإسلام بك. هيا يا عمر، هيا. يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب. فليكن عمر، إننا لم نعد نخشى في الله أحدا. فليأذن له رسول الله، فإن كان قد جاء يطلب خيرا بذلناه له، وإن كان قد جاء يطلب شرا قتلناه. من يحمل البشرى إلي؟ من يأتيني ليقول لي لقد غسل الإسلام طين الجاهلية العمياء عن قلب أخي عمر؟ أدفع عمري ثمنا لهذه البشرى، فهل سأسمعها؟ هل أذن الله للإسلام أن ينتصر بعمر؟ الله أكبر، لقد آمن عمر. الله أكبر، لقد أسلم عمر. يا سيدي عمر، من هذا المكان الذي كان مأوى سريا للمسلمين أطلقت أنت هدير المعركة حينما وقفت بين يدي الرسول الكريم تقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ ورد عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم أو حييتم. وعندئذ هتفت بالصوت العمري الشجاع تقول: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لا تخرجن.
محمد بن عبد الله. يا معشر قريش، إنه في صفين من أتباعه وسيدخلون الكعبة ولا شك. لن يقتحموها، دماؤهم سوف تسيل على عتباتها ولن يقتحموها. وإذا سالت هذه الدماء فهل نضمن دماءنا نحن؟ دماءنا؟ أتظن أن بني عدي سيسكتون على دم فتى فتيانهم عمر؟ وبنو عبد المطلب هل سينامون على الثأر إذا فتكنا بأسدهم حمزة؟ يا معشر قريش، يا معشر قريش، دعوا محمدا وأصحابه يدخلون الكعبة. ومشى الموكب السماوي العظيم في اليوم العظيم، يوم أن قال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مشى الموكب يهدر في أرجاء الكعبة، ولم يكن له قبل ذلك هدير. 1000 شاهد من شهود التاريخ العظيم شهد لعمر، للبطل، للعاصفة التي دوت في آذان الجاهلية فزلزلتها. 1000 شاهد وقف أمام التاريخ ليقول: كان إسلام عمر فتحا، لقد رأينا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. يا من تحن قلوبكم إلى دين الله، أقبلوا أقبلوا ولا تخشوا في المسيرة كيد كائد. أقبلوا أقبلوا، فقد أصبح للدين السماوي درع يحميه. أقبلوا فلقد آمن عمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وحينما أمر الرسول الكريم بالهجرة وهاجر المسلمون سرا، حتى في ذلك الموقف الخطير أبت كرامة البطل عمر أن يكتم خبر هجرته، فذهب إلى الكعبة. هذا هو عمر بن الخطاب، إنه يرتدي ثياب الرحيل. لابد أنه مهاجر إلى يثرب. أبلغت به الجرأة مبلغا جعله يعلن إلينا نبأ هجرته إلى يثرب؟ ودي لو أخمد سيفي في صدره. ويدك أخا قريش، فهو ابن الخطاب. إنه يتقدم نحونا متحديا كالعاصفة. الويل له. مثل هذا كان البطل عمر. ما الذي سيفعل؟ حينما دار حول الطغاة ليهتف في أسماعهم قائلا: ماذا يريد؟ شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. إني مهاجر إلى يثرب، ومن أراد أن يثكل أمه وييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. ومشى البطل وما تبعه أحد من طواغيت قريش، لأن الطواغيت صاروا عبيد الرعب الذي زرعه في قلوبهم عمر وسيف عمر. كان ذلك يوم الاثنين ل21 ليلة خلت من شهر جماد الآخر للسنة 13 من الهجرة. كان ذلك اليوم هو يوم وداع الصديق الراحل إلى ربه. وقبل الرحيل دوى صوت الصديق في أسماع الناس الحيارى: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد وليت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. ودوى صوتك في مسجد رسول الله يخاطب الناس ليقول:
أيها الناس، ما أنا إلا رجل منكم، ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم. أيها الناس، إن عمر بن الخطاب سوف يفتح عهده بالقتال، قتال الروم في الشام وقتال الفرس في العراق، قتال حتى النهاية، ولن تكون النهاية سوى انتصار بإذن الله. إني قادم من العراق أيها الفتى، وأحمل لأمير المؤمنين نبأ عاجلا. لحظة واحدة حتى يرتدي أمير المؤمنين ثوبه، لقد غسلته له وجف كما ترى. ألا يملك أمير المؤمنين غير هذا الثوب؟ إنه لا يملك غيره، ولقد أكله الدهر كما ترى، ورغم ذلك فهو يأبى أن يبدله. سأبلغه بقدومك. رايات عمر أصبحت ترفرف فوق أرض فارس، ورغم ذلك فهو لا يملك غير ثوب واحد. أي خليفة أنت يا مولاي؟ تفضل. البشرى لك يا مولاي. قوات المثنى وأبي عبيدة بن الجراح تجتاح الآن أسوار العراق، وقائد الفرس رستم انسحق تحت ضربات جنودك يا مولاي عمر. اليوم انتصرت على كسرى يا عمر، فهل سيدفعك الغرور لكي تكون كسرى؟ لا، وهذا ثوبك، ولتزدد الرقع في ثوبك كلما ازدادت انتصاراتك، ولتذكر دائما أنك عبد الله، فاخفض الرأس لله. يا جنود عمر بن الخطاب، لقد سحقتم الروم في اليرموك وفي سهول الشام، ولم يبقى إلا أن تطبقوا على دمشق، فإلى دمشق. هذا هو ثوبك أيها المنتصر على قيصر وكسرى، إنك به انتصرت وبه سوف تنتصر. أيها الفتى، إني لم أجد في يثرب أثرا لقصر الخليفة، أين يقع هذا القصر؟ القصر؟ أأنت تسأل عن قصر الخليفة عمر بن الخطاب أيها الفارس؟ إني أحمل له رسالة عاجلة. حسن، تعال كي ترى خليفتنا في قصره وفوق عرشه. تعال. ماذا تعني؟ هذا قصر الخليفة؟ سمه كما تشاء. وأين خليفة المسلمين الآن؟
هناك تحت هذه الشجرة ستراه نائما. إنه يحب أن يقضي فترة القيلولة في هذا المكان العراء. الخليفة الذي صنع جيوشه الزلزال في الأرض ينام هكذا في العراء؟ ولكن ألا يخشى من عدو أو حاقد أو متآمر؟ ومن ذا الذي يحمل العداء أو الحقد لخليفة يتوسط الرمال ويأكل خبز الشعير ويرتدي ثوبا يحمل 80 رقعة؟ أيها الرسول الروماني، هيا اذهب إليه كما تشاء. وهو ينام في العراء؟ أي خليفة وحق الله، بل أية معجزة. قسما تمنى لو ينام نومتك يا عمر، ولكنه لا يستطيعها لأنه يخاف. أما أنت فلقد عدلت فأمنت فنمت. 10 سنوات وأشهر، 10 سنوات يا بطل، يا من لم تعرف في طعامك إلا خبز الشعير، وفي ثيابك إلا وبر البعير، وفي منامك إلا الحصير. 10 سنوات يا بطل، كنت خلالها أميرا للمؤمنين، متجردا لله، منكرا لنفسك، وكنت بعد هذا كله القائد الأعلى للجيوش، والفقيه الأكبر للمسلمين، والمجتهد الذي يرجع الكل إلى رأيه، والقاضي النزيه الذي ينتزع الحق من عنق أعتى الطغاة ليرده إلى أضعف الضعفاء. ثم أيها الحبيب، أيها القلعة النبوية التي شيدها الإسلام، ثم أبى لك القدر إلا أن تموت بيد الغدر. لا، وشلت يدك يا أبا لؤلؤة، فهذا دم عمر. يا أيها الغادر الملعون، هذا دم الفاروق. يا أيها الناس، يقول لكم عمر: لا تمسوه بأذى، تحفظوا عليه، فإن مت فالقصاص العادل بلا تعذيب، وإن عشت سأرى رأيي فيه. وإني أحمد الله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. ما كانت العرب لتقتلني. ليتني فداك يا أمير المؤمنين. ليت هذه الطعنة استقرت في صدري بدلا من صدرك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، استكثرت أن يودعوك بلقب الإمارة، فقلت أبي الإمارة تودعونني، وما أصبحت أخاف على نفسي إلا إمارتكم هذه. إن من غره عمره لمغرور. والله لوددت أني أخرج منها كما دخلت فيها، لا علي ولا لي. ليتني كنت تبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ولن تكون يا حبيبي نسيا منسيا،
اسمع، هي الله أكبر. الله أكبر. وأنت الذي زرعتها هادرة منتصرة على شفاه المؤذنين من تخوم الصين إلى بحر قزوين.